أعزائي مشاهدين قناة خلطبيطة، أهلا وسهلا بكم. للأسف فقد ليفربول نقطتين مهمين جدا في صراع الفوز باللقب البريمير ليج. ليفربول للأسف دفع ثمن ضياع الفرص السهلة اللي ضيعها في الشوط الأول والشوط الثاني من نونيز وسوبوسلاي وصلاح ودياز. أضاعوا فرص كبيرة جدا وكتير جدا، وبرادلي وكل واحد عايز يأنن وعايز هو اللي يسجل بنفسه. أضاع على ليفربول انه كان ممكن يخلص الشوط الاول بثلاث اربع اهداف. الشوط الثاني خطأ من كوانسا، خطأ غريب جدا، وما اعرفش اصلا كوانسا بيلعب ليه مكان ابراهيم كوناتيه اللي هو نجم منتخب فرنسا واللاعب القوي الاساسي. طبعا استغلوا برونو فرنانديز، وبعد كده طبعا قدر اللعيب 18 سنه ماينو يسجل الهدف الثاني، ولكن صلاح قدر يدرك التعادل في بضربه جزاء صحيحه. ولكن طبعا نونيز ضيع فرص ما تضيعش. خايف ان ليفربول يندم عليها في نهايه البطوله لو ما خدش الدوري بسبب الفرص اللي ضيعها النهارده. كان ممكن يطلع فايز ويتصدر الدوري، ولكن ارسنال دلوقتي هو المتصدر بفارق الاهداف، والفرقتين بفارق نقطه واحده عن مانشستر سيتي. مباريات لسه كتير وصعبه. ارسنال عنده تشيلسي وعنده وعنده مانشستر يونايتد في اولد ترافورد. الليفر وعنده توتنهام في الانفيلد. واخيرا السيتي عنده برضه توتنهام ولكن في ملعب توتنهام. ولسه طبعا في ماتشات وسط الجدول اللي بتبقى صعبه. نتمنى رب الفوز لنجمنا المصري محمد صلاح اللي هو يفوز بالدوري المره الثانيه مع ليفربول في ختام مسيره يورجن كلوب ان شاء الله. اتمنى ربي يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم مش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس وتدعمونا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.